طيب ازاي اضمن اعلى GPA في اعدادي هندسة؟ اول نصيحة اقدر اديها لك انك تذاكر اول باول. المذاكرة اول باول معناها انك ما تراكمش اي حاجة، ما تراكمش، لانك لو راكمت هتلاقي نفسك اتزنقت في اسبوع مثلا الميد ترم، ولقيت ان انت محتاج بقى تقعد تبصمج المواد بتاعتك، ان انت مش هتفهم قوي المواد، ان انت هتقوم مثلا داخل على الامتحانات على طول من غير ما تذاكر عشان مثلا تعرف الامتحان بيجي ازاي وتشوف الاسئله اللي بتتكرر من غير ما تبقى فاهم. طبعا ده هينتهي بيك ان انت ممكن تجيب درجه مش كويسه، تبقى داخل في اجزاء كتيره من المنهج انت مش مستوعبها او مش مذاكرها عامه. تمام. ودايما حدد مواعيد تنهي بيها الاجزاء اللي انت محتاج تذاكرها، بمعنى انك تعمل لنفسك ديدلاينز. يعني مثلا المحاضره بتاعت النهارده دي اخر يومين واكون مذاكرها، او مثلا كل محاضره بذاكرها بعدها بيومين. يعني انا مثلا كل يوم باجي بسال نفسي ايه المحاضره اللي انا اخدتها من يومين واقوم مذاكرها في ساعتها. تمام. فانت اهم حاجه ان انت ما تراكمش وتذاكر اول باول. طيب تاني نصيحه ان انت تحضر على قد ما تقدر، وخصوصا كمان لو الحضور ما بيضيعلكش وقت كبير في المواصلات، لو انت ساكن قريب من الكليه. يعني خلينا مثلا نقول لو المواصلات بتاخد منك ساعه، ساعه الا ربع رايح، وساعه، ساعه الا ربع وانت راجع، فهيكون شيء كويس جدا ان انت تحضر اكبر قدر تقدر تحضره. طبعا هنا الحضور اقصد بيه حضور محاضرات وحضور سكاشن. وطبعا كده كده اللابات انت لازم بتحضرها، لان اللابات بيكون عليها غياب وحضور. اوكي. طبعا برضو الحضور دي حاجة هتساعدك في ان انت تذاكر اول باول، لان انت مش هينفع تحضر المحاضرة اللي جاية من غير ما تكون مذاكر المحاضرة اللي قبلها. فدو طبعا بيحد لك شوية انت المفروض الوقت اللي انت هتذاكر فيه المحاضرة بتاعتك. طيب تاني حاجة اقدر انصحك بيها، ده شيء هيكون محبذ جدا، ان انت تلخص المواد بتاعتك. تلخيص المواد هيساعدك بشكل كبير جدا ان انت تثبت المعلومة بتاعتك. وبعد ما تلخص كده المادة بتاعتك او المحاضرة بتاعتك ورا الدكتور، تروح كده يكون عندك سكتش وتبيض فيه المحاضرة بتاعتك بشكل جميل. وده طبعا برضه هيساعدك بشكل كويس ان انت لما تيجي ايام الامتحانات انت مش هتكون فاكر اي حاجة، فان انت تسترجع برضه المادة بتاعتك من آه الحاجات اللي انت هتكون ملخصها. طيب اهم بقى نصيحة معانا وهي الحل والتطبيق، وهتلاقيني هنا حاطط لك عليها كده علامة حمراء. الحل والتطبيق هو الأولوية العظمى عندك. بعد كل محاضرة هتحضرها وبعد ما تذاكرها لازم ولا بد ان انت تحل وتطبق. حتى الأولوية بتاعت الحل والتطبيق أولى من ان انت تفهم المحاضرة بنسبة 100%. يعني لو انت المحاضرة بتاعتك مش فاهمها بنسبة 100% او في شوية حاجات انت مسقطها منها، هتكون ساعتها الحل والتطبيق ليها أولوية على إن أنت تفهم المحاضرة بشكل كامل. لو أنت مثلا بالحضور وبالمذاكرة أول بأول وبإن أنت تفهم المادة العلمية بس هيخليك تجيب مثلا GPA 3، فالحل والتطبيق هيخليك تجيب GPA 3.99. فالحل والتطبيق هو أهم حاجة. حتى إن أنت لما بتخش الامتحان هتلاقي نسبة أكتر من 70% الامتحان جاي من الحاجات اللي انت حلتها من الامتحانات السابقة ومن الشتات، وهتلاقي نسبة قليلة جدا جاية من الحاجات اللي هو انت المفروض تبقى فاهم المادة بنسبة 100% عشان تحلها. فالحل والتطبيق بيكون ليه النسبة الأكبر جوه الامتحانات. طيب آخر نصيحة بقى معايا ان انت تساعد زمايلك وتشرح لهم المواد. ده طبعا هيساعدك ان انت تثبت المعلومة بشكل اكبر، وكمان هيخلي عندك ان ربنا هيوفقك لان انت ساعدت حد محتاج. طيب ولو قلنا ان الرزق اللي انت بس خلينا نعمل زوم ان. لو قلنا ان GPA بتاعك اللي هو رزقك، خلينا نقول ان الرزق ده انت هتاخده مثلا في صورة GPA، فالرزق بتاعك ده هيكون المعادلة بتاعته كالآتي، ان هي مذاكرة وحضور وحل الى اخره. وهتلاقي هنا في ثابت او عامل مهم جدا. الثابت ده لو كان بصفر او لو كان بنص او حتى لو كان بواحد او كان ب100. اوكي. لو كان بصفر فالرزق بتاعك هيكون صفر. لو كان بنص، لو انت جايب في الحاجات دي كلها مليون، فهو هيقللهولك للنص. لو واحد انت هتاخد رزقك زي ما هو. لو 100 فاللي انت هنا عامله لو بسيط ولكن هو اتضرب في 100. طيب خلينا كده
نقول ايه هو الثابت ده، بس حابب ان انت كده ممكن توقف الفيديو وتخمن. اوكي، فالثابت ده هو توفيق ربنا. توفيق ربنا ده بقى انت هتحصله ازاي؟ ممكن تحصله من الصلاة، وان انت تخلي ربنا راضي عنك. تمام؟ طبعا انت ادرى مني انت ممكن تحصل على توفيق ربنا ازاي، بس اهم حاجة ان انت الثابت ده هو توفيق ربنا. لازم تحرص بشكل شديد جدا ان ربنا يكون دايما راضي عنك عشان يوفقك. بدون توفيق ربنا انسى كل الكلام اللي احنا قلناه ده. تمام؟ وخليك دايما حاطط في دماغك ان لا نجاح بدون رضا الله.